هاي كرزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا صفا الحمد لله. اليوم جيت لكم بهذه الوصفه السهله مهله تقدري ديريها للعشاء كعشاء خفيف هكا تعالوا ليه توجد اللي هي شطيط حجاج. هنا كنت حكمت الدجاج نتاعي، غسلته درت له شويه خل شويه ملح وخليته قعد شويه. من بعد كي صفيته وزدت غسلته. هنا حكمت كيما نقولوا لي كبيس تاع الدجاج، درت شويه زيت، قليتهم بيان هذوك اللي ديروا كميه هكا على عدد افراد العائله. حكمت زوج حبات تاع بصل كبار، كنت قصيتهم هكا كيما راكم تشوفوا كاريات صغار، قطعوهم يعني شويه صغار كيما راكم تشوفوا. بعد ما يتقلى هذاك الدجاج نتاعكم بيا ويمد هذيك البنه في هذاك القليه هذيك، زيدوا عليه هذاك البصل وزيدوا ثانيه 3 سنينات تاع الثوم هكاك كما راكم تشوفوا. بعد ما يتقلى هذاك البصل تاعكم ويذبل، راح تزيدوا مغرف تاع طماطم مصبره، مغرف تاع هريسه كما راكم تشوفوا. راح تقليهم ثاني مع هذاك البصل وتبداو تزيدوا لي زيبيس نتاعكم. انا كنت هنا استعملت الملح، درت ثاني شويه فلفل الكحل كما راكم تشوفوا. ديروا شويه ثاني تاع الذوبات الحمر، ديروا لي ثاني كما قلت لكم، ديروا لي زيبيس اللي عندكم، ديروا ثاني شويه كزبر شويه كركم شويه زنجبيل. المهم لي زيبيس اللي تشتيوهم ديروهم كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو. درت كامل الذوبات نتاعي اللي عندي متوفرين كما راكم تشوفوا، قليتهم بيا كما راكم تشوفوا. لهنا تقليو هذاك الدجاج نتاعكم مع البصل هذاك باش يطلق البنه كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. هنا كنت ثاني كما قلت لكم زدت شويه الكركم. المهم ديروا لي زيبيس اللي عندكم. هنايا بعد ما تقلى لي بيا، كنت هنايا عندي هذه صوص طوماط هنايا كانت واجده بس ماهيش مداويه، كنت جبتها درت واحد 3 ولا 4 مغارف ولا ما عندكمش ربي حبه تاع طماطم تكفي كما راكم تشوفوا. لهنا كنت درت 3 مغارف ولا 4 كما راكم تشوفوا. ثاني استقلى مع هذاك الدجاج. الصراحه تجي بزاف بنينه هذا الشطيحه، تقدري كما قلت لك ديريها العشاء الخفيف هكا ليه وبنين. هنا كنت على جنب كنت ثاني سخنت الماء. بعد ما يسخن الماء راح نمرق به كما راكم تشوفوا. هنا ما تمرقوش فوق الدجاج، اجبدوا شويه هكا ومرقوا ما بين قيس ما يتغطى لكم هذاك الدجاج وحبسوا ثم ما تعمروهاش بزاف وكملوا وقفلوا عليها وخليوها طيب. هنا كنت انا زدت لها شويه دبشه كما راكم تشوفوا. وهنا كان ثاني عندي الحمص، زيدوا لها الحمص، راهي سهله ماهله كما كتبوا. زيدوا حبيبات تاع الحمص وزيدوا عليها الاخر وزيدوا عليها فلفلات قرون، زوج قرون فلفلات وقفلوا عليها وخليوها طيب كما راكم تشوفوا. لهنا هذو هما الحوايج اللي كامل استعملتهم كما قلت لكم هنايا، وقفلوا عليها وخليوها طيب. هنا على جنب كنت وجدت العظمات نتاعي ولا البيضات كل واحد كيفاش راح يقول لهم. هنا يشوفوا بعد ما طابت لي كنت نحيت لاصوص، نحيت من لاصوص هذيك اللي طابت لي ورحتها في مقله شويه غامقه وحكمت كسرت هذوك البيضات كما راكم تشوفوا. كسروا على عدد افراد العائله نتاعكم. وهذوك البيضات راح ديروا لهم ثاني من فوق شويه فلفل الكحل شويه ملح باش ما يجيوش صامتين، وراح تغموهم بحاجه عندكم كاش صحن ولا صينيه هكا، غموهم الفوق وخليهم يطيبوا في غرضهم. وها هي كي لاصوص تاعي بعد ما طابت لي تما بقات لي هذيك الدجاج اللي طاب فيها. وهذه بعد ما درت لها العظام وكي تجيو تسربيو راح تحطوا لهم بيان سير هكا الدجاج هذاك وراح تزينوا بهذيك تاع العظام اللي كنتو خدمتوها مع شويه تاع قارص وشويه دبشه. وهذه وما تنساوش تابوني مني وتابوني وانستغرامي. سلام كرزاتي.